قُل لي حاجة واحدة بس شُفتها من ساعة ما منبه الفجر رن لحد ما الشمس ما طلعت. للأسف الشديد يا صاحبي مش هتعرف، ساعة والّا ساعتين بحالهم عدّوا من بين إيديك وأنت ما حسيتش بيهم وهُم بيختفوا. قررت إن ده معناه إنك بعدت أوي عن ربك وإنك مش راجع تاني. بس ده لا قلبه ميت ولا إيمان ضعيف، دي حاجة تانية نهائيًا وليها اسم طبعًا هاقول لك عليه، والاسم مش اللي أنت خايف منه. المنبه بطبيعة الحال أيامنا دلوقتي يا صديقي أكيد في الموبايل اللي جنبك ده أو اللي في إيديك اللي بتتفرج عليَّ منه دلوقتي. يعني أول حاجة إيدك عملتها النهارده إنها راحت على الحاجة اللي بتاكلك من جوّه، ما حدش استأذنك ولا أخد رأيك، الموضوع كان بدأ خلاص قبل ما عينك أصلًا تفتح، صح؟ أنا لو عليَّ يا صاحبي كنت بالاقي نفسي نازل scroll وهاتك يا reels وشورتات يمين وشمال، ومش فاكر أصلًا أنا إمتى بدأت. أنا لا تعبان ولا أصلًا نفسي في اللي أنا باتفرج عليه دلوقتي ده، بس أنا لقيت نفسي هناك وخلاص صباعك اتحرك قبل عقلك. أنت ما ضيّعتش ساعة الضحى دي بس، أنت ضيّعت الجزء اللي بيختار جواك، وأنت قاعد بسم الله ما شاء الله عامل score في الموضوع ده. بتضيّع الساعات في ولا حاجة، بتعملها في الفجر وبتعملها قبل ما تنام كمان، فالحكم طلع لوحده. أنا قلبي مات وما فيش منّي رجا. شخص قلبه لسه عايش ما كانش هيقدر يضيّع كل الوقت ده في ولا حاجة بهوش، وأنا مش هاكذّبك في حاجة من دي. بالمناسبة كل كلمة فيهم حقيقة. بس قبل ما أقول لك الكلمة اللي بتوصف اللي بيحصل لك ده بالضبط، لازم أحكي لك عن موقف حصل يوم جمعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المكان يا صاحبي المدينة المنورة. اليوم كان يوم جمعة. الفترة الزمنية كانت سنة وحشة وتقيلة على الناس. الأكل فيها كان قليل والأسعار نار والناس جعانة، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر واقف في نص الخطبة، وفجأة يا صديقي قافلة داخلة من الشام، جمال كتير محملة أكل، فالتفتوا إليها، دماغهم لفت على القافلة يا صديقي. دي الكلمة اللي البخاري قالها، مش إنهم قعدوا يفكروا أو إنهم فضلوا الأكل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأ، دماغهم التفتت ليها. وبعدين طلعوا من الجامع ومشيوا للشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه واقف مكانه. سيدنا جابر يا صاحبي فضل وقعد يعد اللي في المكان. 12 شخص، 12 صحابي مؤمن. سيدنا أبو بكر كان واحد منهم، وسيدنا عمر كان واحد منهم، وسيدنا جابر كان واحد منهم. 12 راجل بس فاضلين في خطبة جمعة، وباقي الناس كلها في الشارع بتتفرج على الجمال. وبعدين نزلت الآية في نفس اليوم على اللحظة دي بالضبط: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وتركوك قائما، سابوك واقف. ده ما كانش يا صاحبي مكان مليان برجالة ضعيفة مثلا، دول أحسن جيل من بني آدم مشوا على الأرض، واقفين على بعد أمتار من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وحاجة برا لفتت انتباههم. بص بقى انت بتعمل ايه دلوقتي يا صاحبي بنفس المعلومة دي؟ لما تبقى عنك بتضيع الوقت، بتطلع منه بولا حاجة، والحكم بينزل عليك قبل ما تسيب الموبايل من ايدك اصلا. في حاجة فيا بايظة، قلبي مات. علم النفس بقى يا صاحبي سمى الحاجة دي باسم تفتت الانتباه. تركيزك مش بينقسم إلى نصين، لأ، ده بيتكسر لحتت صغيرة جدا، لدرجة إن ولا حتة فيهم تقدر تركز في أي حاجة. الحتت كلها لسه معاك بس ولا واحدة فيهم بتشيل أي وزن. الغرب سموها من حوالي 15 سنة كده. اسمع بقى رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم قال عليها ايه من 1400 سنة: أول ما الأذان بيدن الشيطان بيجري، وأول ما بيخلص الأذان بيرجع مرة تانية، وأول ما الإقامة بتبدأ بيجري تاني، وأول ما بتخلص هو بيرجع حتى يخطر بين المرء ونفسه، لحد ما يدخل ما بين الراجل وبين نفسه. هو اقراها تاني كده على مهلك: بين الراجل ونفسه. ويعمل ايه بقى لما يبقى جوه؟ بيبدأ الوسوسة، ويبدأ يجيب لك كل الحاجات اللي انت ناسيها واحدة ورا التانية، فبيقول لك افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر اللي وراك.
في الصلاة لما لم يذكر، يعني بيفكرك بكل الحاجات اللي انت ما كنتش اصلا بتفكر فيها، مش همومك ومش الليستة بتاعتك، حاجات انت عمرك ما كنت اصلا بتدور عليها، اتحطت قدامك في نفس الثانية اللي انت وقفت فيها قدام ربك. لحد ما الواحد مننا ما يبقاش عارف هو صلى كام ركعة وكام واحد فينا حصل له الموضوع ده. طب خلينا اشرح لك ايه اللي بيحصل لك بالضبط. انت مش مدمن موبايل، انت جعان، والموبايل هو الحاجة الوحيدة اللي بتقدم لك الأكل بالسرعة دي. أنا عارف الاعتراض اللي في دماغك دلوقتي، أيوة، علشان أنا كمان قلته عن نفسي. الصحابة اللي مشوا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هم مشوا عشان أكل حقيقي. عيالهم كانت جعانة السنة دي، جوعهم كان على الناحية التانية في حاجات حقيقية، على عكس جوعك انت مفيش حاجة حقيقية منه الناحية التانية. اما بتمسك الموبايل بتاعك لساعتين او 3 في الولا حاجة، نفس الجوع ونفس الشعور ونفس لفة الدماغ، لكن الاتنين اسمهم في الأول وفي الآخر إلهاء. وده مش الخبر الوحش اللي انت فاكره، لا، الحديد بيصد يا صاحبي علشان هو حديد. سيب البلاستيك كده تحت المطرة لمدة 10 سنين، مفيش حاجة هتحصل له علشان ما فيهوش حاجة بتتفاعل. الموبايل يا صديقي ما خلقش الجوع اللي جواك، هو لقاه. الجوع كان فيك من الأول، والحاجة اللي هو بياكل منها الجزء اللي فيك اللي ممكن حاجة تاخده بالكامل لدرجة إن ساعة أو حتى ساعتين 3 يختفوا من يومك في الولا حاجة، ده نفس الجزء اللي اتخلق إنك تقف بيه قدام ربك نفس الوقت، وما بتكونش في أي مكان تاني. القلب اللي ما ينفعش حاجة تاخده في العموم مش قلب نظيف، لأ، ده قلب ميت، علشان لازم في الأول والآخر حاجة تملأ قلبك. بص بقى ربنا بيقولك إيه بعديها في نفس ذات الآية، الجملة اللي بعد سابوك واقف على طول، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللي عند الله أحسن من اللهو ومن التجارة يا صاحبي، والله خير الرازقين. هو ما قالش قلوبكم ميتة، وما قالش بطلوا تجوعوا، هو بيقول اللي عندي أنا أحسن من الكل، وأنا أصلا اللي بأكل خير الرازقين. الجوع فاضل مكانه، الجوع عمره ما كان هو المشكلة. طب لو الجوع هو الجزء السليم الطبيعي اللي احنا كلنا مخلوقين عليه، أما ايه اللي قاعد على قلبي بالظبط يا بهوش، وبتشال ازاي؟ عشان في كلمة بتوصفها ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قالها على نفسه. هو صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده على قلبه هو، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في حاجة بتنزل بتغطي قلبي وأنا بستغفر الله في اليوم 100 مرة. يغان من الغين، نفس عيلة كلمة غيم، يعني السحاب، طبقة رفيعة، حاجة خفيفة بتنزل فوق قلبك وتعتمه، مش بقعة، لا، ده غطا. ده ما كانش ذنب، مفيش اصلا اي ذنب على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام النووي لم الكلام العلماء في الموضوع ده كله وقال لك نبيك الهادي الامين كان شايل امه كامله، حروب، ناس على بابه طول اليوم بمشاكلهم، حاجات كلها في الطاعة، وبرضه استغفر ربنا علشان الوقت في حد ذاته ما كانش لله. انك تبقى مشغول بحاجة كويسة ده كفاية ان هو يحط طبقة على انضف قلب اتخلق في التاريخ كله. طيب والغطا او الغمامة دي بتتشال ازاي يا بهوش؟ هو صلى الله عليه وسلم قال لك لما الراجل بيغلط غلطة بتتحط في قلبه نقطة سودة، لو بطل واستغفر ورجع ثقل قلبه بيتلمع، بيرجع نظيف، بيتقشر لحد ما يرجع حديد، ده بتلمع من جديد. ولو رجع للغلطة مرة تانية النقطة بتزيد وبتزيد لحد ما تغطي القلب كله. ودي بكلمة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو اللي ربنا كان يقصدها لما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران يعني الصدى يا صاحبي. دول غمامتين مختلفتين تماما. غمامته هو الرسول صلى الله عليه وسلم جت من انه شايل خير كتير قوي، بتاعتك انت جايه من الحاجه اللي بترجع لها كل مره، مش نفس الحاجه، وانا مش هدعي انها نفس الحاجه بالمناسبه، بس القلب اللي بيشيل الحاجه هو واحد في الحالتين. حاجه اخيره كمان هزودها وبعدين نتكلم عن بكره هتعمل ايه. ابن مسعود قال ان الايه اللي هقول لك عليها دي نزلت في المؤمنين بعد 4 سنين بس من الدعوه، من الوحي. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
لذكر الله. ما أنش الأوان للناس اللي أمنوا إن قلوبهم تخشع لذكر الله؟ 4 سنين والصدى جالهم بسرعة هم كمان، وهم في المدينة ونبيك في وسطيهم. وبص بقى ربك بيعملها ازاي، مش في جملة خبرية ومش حكم. ألم يئن بيسأل سؤال، ما أنش الأوان بقى إنك ترجع بقى؟ طيب بكرة الصبح المفروض أنت تعمل إيه بقى يا صاحبي؟ نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم صلى مرة وهو لابس عباية كان عليها نقشة أو شكلة. أول ما سلم على طول قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني خدوا العباية دي لأبي جهم، هي لهتني دلوقتي عن صلاتي. ركز كده في جذر الكلمة من لهتني، ألا وهي اللهو، نفس ذات الكلمة اللي ربك قالها على الحاجة اللي كانت بره الجامع. هو ما اشتغلش على تركيزه، لا، ما قالش المرة الجاية هحاول أكتر. القماشة نفسها خرجت من البيت. يبقى الموبايل ينام في أوضة تانية، مش على وشه ومش على وضع الطيران، لا، في أوضة تانية. وده مش انضباط، دي بس نفس الفكرة العباية وهي رايحة لأبي جهم طلعت خلاص. واخد بالك ده بيعمل ايه بالظبط فيك بقى؟ انت مش مطالب انك تكسب المواجهه الساعه 5 الصبح، لا، وصباعك اصلا اسرع منك. انت بتختار مره واحده بالليل اللي قبله وانت لسه قادر وواعي. وبعدين مفيش حاجه تدخل العين قبل ما حاجه تطلع من البق بصوت عالي ومش في دماغك. السكرول ده مدخل ساكت بيدخل من غير صوت وبيسيطر على دماغك كلها. يبقى الحاجه اللي هتاخد مكانه لازم تاخد نفس الطريق تاني. استغفر الله منطوقة وال100 مرة. أنا لو عليا يا صاحبي عملتها أول صبح وحسيت إني أهبل قاعد على طرف السرير في الضلمة وبكلم نفسي. 100 يا صاحبي في اليوم دول ما كانوش جدول صيانة، ده شكل العلاقة نفسها. نبيك استغفر ورجع 100 مرة علشان الرجوع هو الحاجة نفسها، مش التصليح اللي بعد الحاجة. يبقى اللي قلنا عليه ده اسمه غطا مش حكم، والغطا بيتشال، ده السبب كله ان ليه الاسم ده. بس انا مش همشيك من الفيديو ده من غير ما اقولك ايه الباقي اللي هيتم معاك. هتستغفر 100 مرة وهتعملها اسبوع، وفي يوم من الايام، في نهار من النهارات او الانهرة، مش عارف الجمع صراحة، الازاز هيبقى صافي، هتبص منه وهتلاقي لسه مفيش حاجة على الناحية التانية. ده مش الاستغفار وهو يعتبر ما عملش حاجة، دي الشبورة وهي بتتشال بما فيه الكفاية انك اخيرا اصلا بتشوف اللي تحتها. انت ماشي على البنزين الغلط من سنين، مليان وجعان في نفس الوقت، وما كنتش شايف ده والازاز مغيم. انا عملت فيديو كامل على الحتة دي، اتفرج عليه دلوقتي بعد ده على طول اهو، دوس عليه دلوقتي وبس كده. سلام.